السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. أنا عبير ودي قناتي، قناة أشهى الأكلات. وقبل ما ندخل نشوف الحاجات القمر اللي احنا عاملينها الجميلة دي، نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نعمل اللايك قبل ما ندخل للفيديو. يلا بينا لايك يا جماعة، وشير وتفعيل زر الجرس على الكل. انتي حطيتي ايه يا عبير؟ كانت دي كوباية لبن قطع عندي، قلت هستغلها واعمل ايه الوصفة دي. ارميها يا جماعة؟ لا طبعا مفيش حاجة تترمي. حطيتها وحطيت معلقتين سمنة زي ما انت شفتوا كده، يجي معلقتين سمنة. دي كل الحركة يعني، كل الوصفة دي كده بالبركة يعني، مفيهاش اي مقادير. وكنت حاطة مع اللبن يعني ربع كوباية لبن مية كده، مش لبن يعني. مع اللبن القاطع كنت حاطة معاهم ربع كوباية مية. خدت على قد ما خدت الدقيق. انا حطيت الخميرة وحطيت معلقة سكر، حطيت رشة ملح، وحطيت الخميرة البيرة البلدي بتاعتنا، وعجنتها زي ما انتم شايفين كده. هي يعني زي ما انتم شايفين كده زي الملبن، بس ما بتلزقش في الايد. بصوا جميلة جدا يعني، انتوا تشوفوها تقولوا ده هتلزق في ايدك، لكن هي لا، مش بتلزق خالص. ايه هي عبير العجينة القمر الجميلة دي. بصوا هتاكلوا احلى. بصوا بقى فطاير، كوماج، او بكاكيم زي ما بتقولوا، او قرص. بصوا هي جميلة، وسموها زي ما انتوا عايزين تسموها. بصوا هي جميلة من الاخر، تحفة بجد. كان طعمها رائع جدا، هتعجبكم قوي ولو جربتوا الوصفة دي ان شاء الله. كده انا عملتها، كورتها زي ما انتوا شايفين وسبتها ترتاح. زي ما انتوا شايفين كده سبتها ترتاح مدة 10 دقايق. على بال ما جيت خلصت اخر واحدة، هي يعني اوريدي كانت ارتاحت. وشفت العجينة سلسة وجميلة، مش قاسية ولا اي حاجة. وشفت السمك بتاع الرغيف قد ايه، او الفطيرة، او القرصة، او اي حاجة زي ما انتوا عايزين. زي ما انتوا شايفين كده بتدهني، بتحطي دقيق، ترشي دقيق، وبالنشابة بتاعتك بتفردي كده، بس ما بتفرديش للدرجة اللي هي مش عايزينه يبقى رقيق جدا يعني، ولا رقيق قوي ولا تخين قوي، زي ما انتوا شايفينه كده. بصوا هو كانت روعة. يا جماعة بصوا، احنا لازم نستغل اي حاجة. كوباية لبن يعني رابت عندك او قطعت عندك، مش هنرميها، لازم نستغلها. اي حاجة لازم نستغلها. كده اهوت بعد ما سبته على الفوطة. طبعا انت بتفرديه كله وتسيبيه على الفوطة، بيهدى مع نفسه برضو كده ويرتفع. وبعد كده بتشغلي البوتاجاز بتاعك وعلى الطاسة من فوق. بصوا كان جميل جدا بجد، والله العظيم كان روعة. يعني اللي هيجرب الوصفة دي ان شاء الله يدعيلي. بس ما يدعيش عليا. كده كده الفيديو بتاعي بسيط جدا، ويعني مش مطولة عليكم قوي. ويا ريت كل واحد يعمل اللايك يا جماعة، لايك. انا شايفاكوا يلي بتحطوش اللايك وبتخش تحط كومنت حلو زيكوا زي الامارات كده. يلا حطوا له اللايك بقى، ومش يعني بصوا مش هتتعبوا خالص، ولا صبعكم هيوجعكم، وهتحطوا اللايك. وشكرا على كده. دي كانت الوصفة بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم. بصوا قد ايه كان حلو اوي، شوفوا بينفخ كده معاكي ولا كلمة. حلو قوي، فاخر من الاخر. الفطاير، القرص، البكاكيم، بصوا هي حلوة جدا، كفاية طعمها. ومش عارفة اقول لكم ايه تاني. قصرنا الفيديو برضو، مش عارفة نتكلم. هو ده زي ما انتم شايفينه كده، بس كان قلب ريحة البيت وكان ريحته جميلة جدا. واقول لكم باي باي، ما تنسوش في دعوة حلوة، وباي باي، مع السلامة.